صندوق الدنيا مليان أسرار ومعاني وتفاصيل كتير بتشكل حياتنا اللي ليها طعم مختلف عن كل بلاد الدنيا. وده اللي هنشوفه في المعرض. كل فنان شارك كان حريص على التواجد بيننا بأعمال تلخص رؤيته الفنية وإحساسه بكل المحبة لبلدنا الجميلة. مشاهد من كل أرجاء مصر الجميلة، المعالم والبيوت والشوارع والحواري والمزارع والنيل والعادات الاجتماعية الجميلة سواء في رمضان أو الحياة بشكل عام. بحضور قمصير المعرض الفنان التشكيلي حسن داود، وضيوف الشرف الفنان الدكتور طاهر عبد العظيم والفنانة الدكتورة ميرفت الشاذلي والعديد من الفنانين والفنانات التشكيليين والمهتمين بالفن التشكيلي ومتذوقي الفن. تم افتتاح المعرض الجماعي لمجموعة من الفنانين المصريين تحت عنوان صندوق الدنيا، وذلك بإحدى قاعات الفن التشكيلي بالقاهرة. لوحات المعرض متعددة التقنيات والمقاسات والألوان. اشتمل المعرض الجماعي صندوق الدنيا ل 55 فنان وفنانة تشكيلية على حوالي 115 عمل فني تشكيلي متعددة التقنيات والمقاسات والألوان، من الألوان الزيتية إلى الأكريليك والألوان المائية والأحبار، وأيضا التصوير الضوئي والعديد من الخامات والألوان، والتي اشتمل على العديد من المدارس الفنية المختلفة. كان صندوق الدنيا من ملامح التراث المصري بما يضم من قصص وحكايات شعبية حاول الفنانون التعبير عن جانب منها في المعرض. وفي عصور سابقة عرف المصريون صندوق الدنيا، وذلك الصندوق الخشبي ذو الفتحات التي ينظر فيها الناس وبخاصة الأطفال ليشاهدوا عالما خياليا من الحكايات والأساطير الشعبية تعكسها الصور المتحركة داخله، والتي كانت تدار بعصا في جانبه. كان هذا وقتها واحدا من أشهر جوانب الترفيه في زمن لم يكن فيه أي صور من التكنولوجيا. انقرض الصندوق وأصبح جزءا من التراث الشعبي، ولكن الحكايات لم تنتهي وظلت تروى بوسائل أخرى بحسب طبيعة العصر.
صندوق الدنيا يعكس ملامح من المجتمع المصري والتراث الشعبي والأجواء العامة من الحياة اليومية والشوارع والحواري والأجواء الرمضانية، وأيضا يحتوي على بورتريهات لمشاهير من الفن والرياضة والآداب، ولوحات طبيعية صامتة، ولوحات تجريدية تعبيرية لفنانين تشكيليين من أجيال مختلفة بأسلوب ومدارس فنية متنوعة، بالإضافة إلى العديد من شباب الفنانين يمثلون توجهات فنية مختلفة لعمل توليفة فريدة وكرنفالا للفنون التشكيلية. تقول الفنانة التشكيلية سما يحيى: المشاركة بعمل يحمل عنوان صندوق الدنيا. تقول: صندوق الدنيا أو صندوق الحكايات هو صندوق خشبي ظهر بعد حكايات الراوي لتعطيها حياة وروحا من الصندوق. كنا نرى أبو زيد وذات الهمة وغيرهما من أبطال الحكايات التراثية. هذا الصندوق السحري كان ينبض بالحكايات، وهو واحد من أهم العناصر في الفن الشعبي وأجملها، وقد ظهر في مصر وبعض الدول العربية، وفي كل مكان له طابعه الخاص، وقدمت عملا فنيا من البناء والتشكيل الخاص به. لكنني جعلت الحكايات خارج الصندوق مثل الأميرات والأبطال وغيرهم. مشاركة الفنان التشكيلي مدحت مراد بالمعرض. أعماله تعتمد على اللون وتتداعى الخطوط والتشكيل الذي يستدعي كثيرا من العناصر من الشارع أو الاحتفالات الشعبية. يقول الفنان: أعتمد على الألوان المائية بدرجة كبيرة وعلى التجريد.
شارك الفنان التشكيلي وائل حمدان بالمعرض بلوحتين بالألوان المائية تمثلان مشاهد من الشارع المصري والحارة الشعبية، ويعتمد على الألوان في تقديم التفاصيل بطريقة مميزة تعبر عن أسلوبه الخاص في الرسم التصويري. يقول الفنان: استخدام الألوان المائية بالنسبة لي أقرب إلى الهوية. تأثرت كثيرا بوسط البلد بشوارعها وحواريها وموضوعاتها المتنوعة، والتي انعكست إلى حد كبير في أعمالي بمعرض صندوق الدنيا. تتنوع الأعمال بين رصد الزينة والفرحة في الشارع المصري وبين موضوعات أخرى مثل الطبيعة الصامتة أو البورتريه. ومن الأعمال التي تجسد الطبيعة الصامتة لوحتان للفنانة الشابة سندس داغر، والتي قالت: شاركت بالمعرض بلوحتين تعبران عن الطبيعة الصامتة. تعودان إلى مرحلة الدراسات الحرة، وتتناول إحداهما النيل بكل سحره حتى أسوان. الفنانة رهانها على الألوان المختلفة هو الأساس في أعمالها. يقول الفنان التشكيلي حسن داود قمصير المعرض: إن المعارض الجماعية بصورة عامة تكون ثرية بمحتواها بتقديمها أنواعا مختلفة من الفنون وأجيالا من الفنانين، وأحيانا تكون مرتبطة بفكرة أو تيمة معينة يعمل الجميع في إطارها، وفي حالات أخرى تكون عامة وتتناول موضوعات مختلفة. ونجد في المعرض مشاهد كثيرة من رمضان في مصر الذي يميزه زخم كبير يجعل له طابعا خاصا يمكن أن يعكسه الفنان في لوحاته.
الفنان والناقد الكبير صلاح بيصار، وضيف شرف المعرض بصندوق الدنيا بلوحتين عن أجواء السيرة الشعبية من الموتيفات الشعبية المستلهمة من السيرة الهلالية، وهي إحدى أشهر السير الشعبية العربية، وهي ملحمة طويلة بها العديد من القصص الشعبية، منها قصة أبو زيد الهلالي. لوحات الفنانة التشكيلية ميرفت الشاذلي. تقول الفنانة: في كثير من أعمالي أستلهم من الجنوب، فهو له خصوصية، فأستحضره دائما بثرائه اللوني وعاداته وتقاليده واحتفالاته وألعابه المميزة التي أصبحت جزءا من العادات والتقاليد. التحطيب هو اللعبة الشعبية الشهيرة التي يتميز بها الجنوب، وتنتشر في المناسبات والاحتفالات بجميع أنواعها، فهي من الموضوعات الثرية لأي فنان بما تمثله من خصائص للحركة والصراع والألوان.
يتميز المعرض بطبيعة خاصة، فهو ملمح تراثي مليء بالحكايات والأسرار، وهدف كل فنان أن يعبر عن جانب من جوانب الحياة المصرية والشعبية، ومن ثم قدم كل فنان مرئياته عن الحياة المصرية مثل الشوارع والبيوت وأجواء الاحتفالات برؤى ومدارس فنية مختلفة وخامات متعددة التي يفضلها تحت الإطار العام للفكرة. ومعرض صندوق الدنيا لمجموعة من الفنانين التشكيليين المصريين.